نزلت فيديو بتكلم فيه عن تغيير الزيت، والتعليقات زي ما انتم شايفين نازله تهاجم. عشان كده قررت اوضح لكم بالتفصيل الحاجات اللي احنا حاطينها ثوابت في استخدامنا للعربيه، بس للاسف اغلبنا فاهمها غلط. كمل الفيديو للاخر وانا بقول لك من دلوقتي انا عارف ان انت هتشيره مع اصحابك. انا طارق صلاح وده الجراج. قبل ما اكمل تعالوا نرجع لورا حبتين عشان نعرف المعلومات دي جت منين. غالبا المعلومات دي كلها متوارثه، فتعلمناها بدون خبره او تدقيق في الكلام، وبالتالي بدانا نرددها وخدناها كانها ثوابت. زي مثلا الدرابوكس اللي هو اصلا جير بوكس. انا مش في حصه لغات بس بحاول ادي امثله. ومن الثوابت الغلط برضو غير موضوع الزيت، تسخين العربيه. في ناس لسه بتسخن عربيتها الصبح زي العربيات الكربراتير القديمه، ومش فاهمين انه بجد والله العظيم كفايه انك تدورها لمده 30 ثانيه وبعد كده تاخد عربيتك وتمشي. المهم بس اول ما تدورها ما تقرصش عليها وتعمل زي الناس دي. المهم ان هي توصل لدرجه حراره التشغيل بتاعتها وبعد كده سوق زي ما انت عايز. نرجع بقى لموضوع الزيت، فالكلام هنا شائك والطريق عباره عن حلق الغام، بس هندوس بنزين وهنعدي عادي. في فيديو سابق اتكلمت عن ان في حالات معينه لازم تغير الزيت فيها قبل ال 10000 كيلو، وفي حالات تانية ممكن تستنى لحد ال 12 وال 13000 كيلو عادي. كلنا متفقين ان السفر مريح للعربيه، ده غير طبعا لما تبقى شقيانه وماشيه في زحمه كوبري اكتوبر او في شوارع مكسره طول حياتك. الواحد من دول يا اخي يبقى هاتك عرض العربيه 500000 كيلو ويقول لك كلهم سفر. بس خلينا هنا نقف لحظه، وكلامي هنا هيبقى عن المواتير الصغيره اللي هي 1600 سي سي فيما تحت. هو السفر كل واحد، يعني هتجيب واحد مثلا بيطلع طريق السفر ويثبت سرعه 110 او 120، زي واحد بيطلع طريق السفر ويجرب يقفل العداد؟ هتجيب واحد بيسافر بالليل على طريق مصر اسكندريه على سرعه 110 زي واحد بيسافر ويطلع طريق الجلاله على 160 ولا 170، طريق الجلاله اللي كله مطالع ومنازل؟ هتجيب واحد ساكن في الشيخ زايد وشغله كله في اكتوبر زي واحد مشاويره كلها في زحمه وسط البلد؟ ما هما الاثنين مشاوير قصيره، بس الاولاني طلع من بيته لحد ما وصل شغله ما داسش فرامل مرتين على بعض، والتاني يا عيني خلص نص التيل بتاعه قبل ما يوصل الشغل ورجله بقت دايخه ما بين البنزين والفرامل. الحكمه هنا ان احنا ما نعممش، اللي ينفع لحد ممكن ما ينفعش للتاني والعكس. فخلينا بقى نفسر كلامنا في الفيديو اللي فات ونقول الحالات دي عادي انك تتاخر في غيار الزيت لو انت بتسافر مسافات طويله بس ما بتقرصش فيها على العربيه. يعني تقريبا عدد لفات موتورك ما بيعديش 3000 لفه، بس طبعا زي ما قلنا لازم نراقب مقاس الزيت ونراقب لونه. لو اتحرق زياده زي ما احنا شايفين في الصور كده لازم تنزله وتغيره على طول. وعادي برضو انك تتاخر في غيار الزيت لو انت مشاويرك كلها قصيره وما فيهاش زحمه زي صاحبنا اللي ساكن في زايد وشغله في اكتوبر. وعشان نوضح، التاخير ده ما يزيدش عن 1000 او 2000 او 3000 كيلو بالكتير. ما تجيش بعد 15000 كيلو وتقول لي اصل انا مشاويري قصيره. وطبعا لو عديت ال1000 او ال2000 كيلو السماء وعايز تسافر فلازم تغير الزيت قبل ما تسافر، دي ما فيهاش كلام. اما بقى لو انت مشاويرك كلها في الزحمه وبتقف وبتمشي كتير فانت لازم تغير الزيت في ميعاده ويفضل قبله كمان. ولو انت بتسافر مسافات طويله بس بتقرص على العربيه وبتسوق على سرعات عاليه، يعني عدد لفات موتورك بيعدي 3000 لفه، سرعتك بتوصل ال 140 وال 160 وال 180، فانت لازم تغير الزيت في ميعاده ويفضل قبل ميعاده كمان. ربنا يسترها علينا وعليك. لو الفيديو عجبك وعايز تشوف فيديوهات تانية ما تنساش اللايك والشير والفولو، وما تنسوش تشتركوا في قناه اليوتيوب، هسيب لكم اللينك في الكومنتات.